حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم بروتين جديد، روتين كده مشجع لكل فقدت الشغف بتاعها وعندها بقى كسل مش طبيعي. لا ان شاء الله باذن الله هتتشجعي مني كده وهتقومي بصي تخلصي اللي وراكي وتهدي الدنيا. تابعي معايا الفيديو ده علشان ايه تتشجعي مني كده وايه وتقومي تخلصي حاجتك. حبيت طبعا يا بنات ابدأ كده بيومي. صحيت انا وسيليا كانت الساعة 8 الصبح، فحبيت ان انا اعمل كوباية شاي بلبن كده وافطر برضو سيليا معايا. فعملت لها كوباية لبن وحطيت جنبيها طبعا كنت جايبة باتيه كده بال يعني كنت جايبة باتيه بالجبنة، وكان برضو معايا قرص كده صغنونة بالسكر. طبعا هتشوفوا يا بنات يعني قدر الله ما شاء فعل. كوباية سيليا وانا طالعة من المطبخ اتدلقت مني. فالحمد لله يعني طبعا كبيت اللبن اللي كان واقع طبعا. وعملت لها كوباية تانية. وهي اصلا سيليا مش بتاكل يا بنات ولا بتشرب، بس بفضل احاول واحارب معاها علشان خاطر هي خلاص قربت تكمل سنة ورافضة فكرة الاكل. فانا بحاول معاها ان انا اشربها لبن، ااكلها بيضة، اعمل لها حاجات اللي هي المغذية. بس هي رافضة خالص، بس انا هفضل احاول معاها لحد ما ايه ان شاء الله باذن الله تاكل الحاجات المغذية دي. بس طبعا كان عندي اوضة النوم، كانت السرير بتاعها كان متبهدل قوي وكان متطرب، لان احنا زي ما انتوا عارفين يا بنات انا بقالي كتير قوي ما نمتش في اوضة النوم. احنا قاعدين في اوضة الاطفال وكده علشان بس الجو ايه رطب فيها ولذيذ، فسايبين اوضة النوم خالص. بس ايه ابتدى الجو اهو يبقى كويس كده والشتا ان شاء الله تيجي بسلامة كده وايه ونقعد فيها ان شاء الله باذن الله. بس فكان عندي الأوضة يعني السرير هو اللي متطرب ومتبهدل والكومودينو كمان. لكن أنا قبليها بيوم مسكت السجاد اللي فيها نفضته ولمعتها. بس بصراحة في اليوم ده ما قدرتش ان انا اعمل السرير كمان. كنت بعمل كذا حاجة يعني، فما قدرتش ان انا اعمل السرير. قلت تاني يوم ان شاء الله هصحى وهعمل السرير. هتبقى برضو ايه الحاجة سهلة يعني يا بنات. مش شرط ان انتي تطحني نفسك في يوم واحد تعملي كل حاجة في البيت، لا ممكن تأجلي مثلا حاجة لتاني يوم. يعني مش هتعمل حاجة، مش هتطير الحاجة، فاهمين؟ بس انت صحتك هي اللي هتتبهدل وهتبقي بصي اللي هو مش قادرة تعملي اي حاجة تاني لمدة 4 5 ايام. ده بجد يعني لما تمسكي الشقة كده كلها مرة واحدة تعمليها مش هيبقى فيه طاقة طبعا ان انت تعملي تاني يوم حاجة. حتى لو الحاجة اتبهدلت قدامك انت مش هتبقي قادرة ان انت تعمليها. فخليكي كده كل يوم اعملي حاجة بسيطة وان شاء الله بإذن الله هتلاقي بصي بيتك كله نضيف ومرتب وبصي وعلى طول كده ريحته حلوة. حتى لو انت جالك ضيف على غفلة هيلاقي شقتك ما شاء الله اللهم بارك، يعني بصي ريحتها حلوة وكمان نضيفة على طول. فبس كده فقلت لكم يعني ان انا كنت عاملاها قبليها بيوم مسحاها وكده، بس هو اللي ما قدرتش اغير الملايه بتاعت السرير يعني. فقلت ايه تاني يوم بس فحطيت طبعا الملايه وهمسح الكومودينو اليمين والشمال وبس كده هتبقى عندي الأوضة الحمد لله يعني خلصت واترتبت واتمسحت واتغيرت كمان الملاية السرير. بس كده. لو انتي لسه متابعيني لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكتبي لي كومنت حلو زي كده علشان انا بفرح بكل الكومنتات. وشكرا بجد لكل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي، بجد بجد بتفرحني قوي. وربنا يديمكم في حياتي كده ولكم المثل ان شاء الله بإذن الله. بس ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة علشان نكبر كده بيكو معاكو، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. بس هو ده اللي انا طالباه منكم.
وطبعا ده فرضا وليس امرا، يعني انت اللي هتعملي كده، مش بأمرك. عادي يعني لو انت مش حابة ان انت المحتوى بتاعي، عادي ممكن ما تحطليش لايكات ولا تكتبي لي كومنت ولا اي حاجة. بس كده. فروحت على الكومودينو طبعا زي ما انا قلت لكم، ومسحته. وبعد كده رحت على الكومودينو التاني ورتبت الحاجة اللي كانت عليه يعني. وبعد كده حطيت المفرش تاني وحطيت الحاجة، وهيكون كده أوضة النوم عندي يعني الحمد لله الحمد لله زي الفل. بس هكون انا كده يعني خلصتها. رشيت طبعا معطر، وبس كده يعني هكون الحمد لله كده خلصتها. طبعا كان عندي وقت الغدا، فحبيت ان انا اعمل مكرونة كده مقصوصة بصلصة، وبعد كده هعمل كبدة معاها يعني، وبس هيبقى ده غدانا. فحطيت طبعا تومة كده على شوية على شوية سوري معلش يا بنات، تومة على شوية زيت. وحطيت بعد كده الصلصة، قلت تتسبك، وبعد كده حطيت طبعا الملح والفلفل والكمون بتاعها، وسبتها يعني تتسبك. كان معايا طبعا الكبدة، كنت شطفاها شطفة كده خفيفة، وحط لها ليمونتين يعني عصرهم فوقيها. وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من بهارات الكبدة الاسكندراني. تمام، بقلبها كويس وبحطها لمدة مثلا ربع ساعة منقوعة في الليمون وفي البهارات دي. وبعد كده بمسك بصل، بحطه طبعا في قلب الزيت، واحط عليه شوية ملح وشوية فلفل اسود. طبعا احنا بقينا يعني انتوا بقيتوا حافظيني، اي بصلة لازم انا احط فيها شوية ملح وشوية فلفل اسود. وبعد كده لما البصلة اصفرت نزلت عليها بالكبدة. بصوا يا بنات، انا بنزل بالكبدة بتبقى النار عندي عالية، وما بشوحهاش خالص غير لما بستنى لحد ما ايه الجزء اللي تحت ياخد صدمة كده، وبعد كده بقلبها على الجزء اللي فوق بتاخد برضو صدمة، وبعد كده بقلب براحتي. طبعا الخطوة دي مهمة جدا في الكبدة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. طبعا ايه عدت نص الوقت كده بتاع الكبدة، وحسيت ان هي خلاص الحمد لله يعني قربت تستوي. حطيت طبعا فلفل اسود، وحطيت شوية ملح، وحطيت شوية كمون وشوية كزبرة والسبع بهارات. وبس كده، انا كنت حاطة معلقة كبيرة في الكبدة بهارات كبدة، فمش هحط تاني. طبعا كان عندي 5 قرون كده فلفل حراق، انا كنت عايزاها بصي يعني مش شطشطه قوي، فحطيت كده 5 قرون فلفل قطعتهم. وحطيت 3 قرون بارد كده من الرومي، ونزلت عليها لما بشوف ان الكبده خلاص يا بنات في يعني دخلت مرحله السوى. يعني انا بحط الفلفل ده في الاخر، اللي هو بياخد بس تشويحه بسيطه. وبعد كده بحط التومه، بهرس برضو 5 فصوص كده توم، بتبقى معايا معلقة صغيرة من التوم بحطها برضو فوقيها. والخطوة دي التركة دي بصوا يا بنات بتخلي الكبدة طعمها تحفة، يعني كأنك بجد بتاكليها من بره. ويمكن احلى طبعا لان انت عاملاها بايدك، وعارفة ان هي الحاجة نظيفة، فبتبقي مطمنة يعني ان انت بتاكلي الحاجة لان انت اللي عاملاها. بس هي طبعا كانت عندي كده خلصت. يعني انا اول ما بحط الثوم بقلبها تقليبه كده او تقلبتين، وطبعا بتبقى عندي الفلفل اتشوح طبعا برضو مع الكبده، فبقفل عليها بس، مش اكتر من كده. يعني انت اول ما بتنزلي الفلفل بتقعدي 5 دقايق كده، وبعد كده بتحطي عليها لا اله الا الله التومه، وبعد كده بتقفلي. بس كان عندي طبعا الطماطم اتسبكت، فقفلت عليها وحطيت المكرونه تتسلق، وبعد كده حطيت عليها الطماطم. وكان الغدا بتاعنا كان لذيذ جدا وطعمه رهيب يا بنات. فجربوها بالطريقه دي وقولوا لي. بس كان طبعا اتغدينا، فكنت عايزه اشرب حاجه كده ترطب عليا، فحبيت ان انا اعمل كده كوبايه بيبسي بتلج كتير كده يا بنات. انا بحب قوي اي بيبسي عندي لازم أنا احط فيه تلج، بحس بصوا بنتعيش بصراحه، بحس ان انا بشرب حاجه ساقعه ساقعه قوي، فاهمين؟ فبحب انا التلج في الحاجه الساقعه، بيديني كده انتعاش.
وبس كده اكون خلصت معاكم الفيديو. استنوني في فيديوهات تانية وصفات حلوة زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.